مساء الجمال عليكم، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. طبعا الولاد بيحبوا الاندومي جدا، فانا ما بحبش اجيب اندومي. يعني ساعات يعني بجيب لهم كده رفاهية، مرة مثلا كل شهر او اتنين. فانا قلت اعمل لهم اندومي. هعمل الاندومي ازاي؟ جبت المكرونه الاسباجيتي دي زي ما انتوا ناشفين، زي ما انتوا شايفين، هي مش طريه قوي، تمام، هي نص سوا. عملتها ازاي؟ جبت حله فيها ميه وشويه زيت ومعلقه ملح كبيره، وسبتها تغلي، سلقتها نص سلقه، وبعد كده دلقت الميه، وجبت دلوقتي حله فيها ميه اهي، هسيبها تغلي. واول ما تغلي احط شويه زيت واحط التوابل بتاعتي. هقول لكم بقى التوابل عباره عن ايه. التوابل بتاعتي بتاعت الاندومي، عندي هنا معلقه كاري، معلقه بابريكا، توم باودر وبصل باودر، كمون، فلفل اسود، واحده مرقه، تمام، كركم. طبعا اللي هي بقى المعلقه، يعني دول معلقتين كبار. هي دي ايه؟ دي مرقه اللحمه بطعم اللحمه اللي انا جايباها، اللي هي السايبه من عند العطار اللي انا قايله لكم عليها. دي بتدي طعم رهيب جدا، بتحط في المشويات وبتحط في كل حاجه. فانا بحطها في الاندومي عشان بتدي طعم. دي التوابل بتاعتنا. طبعا هنحط دلوقتي، مش هنحطها دلوقتي غير لما نحط الزيت الاول والميه بتبتدي تغلي، واقول لكم هنعمل ايه. انا هنا زي ما انتم شايفين، انا طبعا حطيت التوابل بتاعتي وحطيت الزيت وحطيت الملح، تمام، وحطيت التوابل. هتبتدي بقى ان هي تغلي وهحط المكرونه. انا دلوقتي حطيت المكرونه بتاعتي، تمام، هسيبها بقى تغلي وهسيب المكرونه. بس احنا برضو مش عايزين المكرونه تستوي قوي عشان ما تتهريش وتتقطع، تبقى متكسره في قلب الميه بتاعتها. هندوق بقى، هتدوقي الملح بتاعك، لو عايز ملح، لو عايز توابل اللي هي باللحمه ديت حطي. ما عندكيش اللي هي اللحمه ممكن تحطي، لو عندك التوابل بتاعه الفشار ممكن تحطي توابل الفشار برضو، تمام. بتدي برضو طعم حلو جدا للمكرونه. وطبعا بتحطي بقى، عايزه تحطي شطه في الطبق بتاعك ممكن تحطي الحاجه اللي انت عايزاها، وزيها زي الاندومي بصراحه بتبقى الطعم حلو جدا، احلى من بره مليون مره. فجربيها وان شاء الله مش هتندمي. جربيها للولاد، الولاد هيحبوها، انا ولادي حبوها، مش اول مره اعملها، حبوها جدا، كل شويه يطلبوها مني يقولوا لي اعملها لي. فطبعا بقى احنا طبعا دول الاطفال بيزهقوا من موضوع بقى الاكل اللحمه والكلام ده كله، فعايزين حاجه تبقى سريعه بالليل معاهم. فطبعا انا عملت لهم الاندومي اللي هم بيحبوه، حاجه حلوه في البيت وسريعه ونظيفه. مش ضامنين طبعا، احنا بنسمع كلام كتير جدا على موضوع الاندومي. عندك حته دقه حمراء ممكن تحطي، بصراحه بيبقى طعمها حلو، انا نفسي انا بحبها جدا. ده الاندومي بتاعنا البيتي، اقتصاديه جدا. وبعدين الكيس دوت اللي هو نص كيلو او اقل من نص كيلو، هيكفي نفرين 3. طبعا عايزه بقى تعملي كميه اكبر زي ما انت عايزه، بس علشان خاطر ما تقعدش لتاني يوم. دي عايزاها ان هي تتاكل في الوقت اللي انت بتعمليه، ما تقعدش عشان خاطر المكرونه ما تشربش الشوربه بتاعتها وتضطري ان انت تزوديها وتبتدي المكرونه تعجن منك. كل سنه وانتم طيبين، وده الاندومي بتاعنا ويا ريت تجربوه.